تزخر بلدان الشمال الإفريقي بالعديد من المعالم الطبيعية والتاريخية ومميزات الموقع الجغرافي، ما جعلها تحوي العديد من الوجهات السياحية المفضلة للسائحين من كل بلدان العالم. وتعد المملكة المغربية واحدة من الوجهات السياحية الأشهر في العالم لموقعها الجغرافي القريب من أوروبا، والذي يطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق. فقد كانت المغرب هي همزة الوصل ما بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية، وإحدى المحطات الهامة لتواصل الثقافتين، كما كانت هي البوابة الأولى للفتح الإسلامي للأندلس، تلك الدولة التي قامت في الجنوب الغربي لأوروبا أو شبه جزيرة أيبيريا عندما فتحها الأمويين ما بين عامي 711 و 714 ميلادية، ودامت 800 عاما حتى سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في إسبانيا عام 1492 ميلادية. كانت الجيوش التي قامت بفتح شبه جزيرة أيبيريا تتألف غالبيتها من البربر سكان شمال إفريقيا بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد، الذي قاد أول الجيوش الإسلامية التي دخلت أسبانيا، ويعتبر من أشهر القادة العسكريين في التاريخ. ويحمل جبل طارق جنوب أسبانيا اسم هذا القائد حتى يومنا هذا. لم يكن المغرب العربي فقط مجرد همزة وصل بين الثقافات، بل كانت بلاد المغرب العربي بموقعها الجغرافي الفريد موقعا لأهم الحضارات التي شهدها الشمال الإفريقي. فقد عرف المغرب في عصور ما قبل التاريخ، أي قبل اختراع الكتابة بحوالي 4000 عام قبل الميلاد، وتعاقبت عليه الكثير من الحضارات كالحضارة البوستيرية والحضارة العاتيرية، حتى أنشأ الأمازيغ في القرن الأول قبل الميلاد حضارة على ساحل البحر المتوسط عرفت بمملكة موريتانيا. انقسمت تلك المملكة إلى موريتانيا الطنجية نسبة إلى مدينة طنجة شمال المغرب على المحيط الأطلسي، ومملكة موريتانيا القيصرية، وهي المعروفة حاليا بالجمهورية الموريتانية، والتي تقع في جنوب المغرب على ساحل المحيط الأطلسي. كان المؤرخون في القرون الوسطى يطلقون لفظ المغرب الأدنى على تونس الحالية، أما المغرب الأوسط فهي الجزائر، أما لفظ المغرب الأقصى فكان يطلق على المملكة المغربية الحالية. هكذا كان لفظ المغرب يطلق قديما على كل بلدان الشمال الإفريقي أو المغرب العربي. وعرف المغرب في العصور الوسطى قيام بعض الممالك المستقلة كمملكة فاس ومملكة مراكش. في عهد الفينيقيين الذين أسسوا مدينة قرطاجة على ساحل البحر المتوسط، فتحت المغرب أبوابها للتجارة وتبادل الثقافات، إلا أنها بقيت مستقلة تحت حكم زعماء الممالك المحليين دون أن تخضع لأي إمبراطورية. في عهد الدولة الأموية وفي العام 670 ميلادي، سيطر جيش الدولة الأموية بقيادة عقبة بن نافع على أجزاء من المناطق المغربية، وضمت لدولة بني أمية، وانتشر الإسلام بعد أن دخل فيه الكثير من الأمازيغ. وتدفقت القبائل العربية على بلاد المغرب حتى قامت بعض الممالك العربية المستقلة عن الدولة الأموية كدولة الأدارسة، ومن بعدهم كانت دول المرابطون والموحدون والمارينيون والوطاسيون والسعديون، وهي الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. كانت المغرب هي الطريق الذي سلكه الفاتحون في العهد الأموي لتأسيس مملكة إسلامية في شبه جزيرة أيبيريا ولنشر الإسلام في أوروبا. دامت الأندلس لما يقرب من 800 عاما حتى سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في عام 1492 ميلادية. كانت بلدان الشمال الإفريقي خاصة المغرب هي الملاذ الأول لكل الفارين من المسلمين واليهود الذين فروا من محاكم التفتيش التي قامت في إسبانيا بعد استرداد الأندلس. أما عن التاريخ الحديث للمغرب فمع نهاية حكم السعديين ظهرت سلالة العلويين، والتي حكمت مملكة تافلالت منذ عام 1635 ميلادي لتدخل في مرحلة توحيد المغرب تحت سلطة واحدة. فاسترد السلطان إسماعيل بن علي الشريف مدينة طنجة وقام بتوحيد المناطق الأخرى، ولا يزال العلويون وهم سلالة من الأشراف يحكمون المغرب العربي حتى الآن.
يبلغ تعداد سكان المملكة المغربية حوالي 37 مليون نسمة، واللغة الرسمية هي اللغة العربية بالإضافة للغة الأمازيغية، ويتحدث بها حوالي 45% من سكان المغرب العربي، وهي بالنسبة لهم اللغة الأولى، أو يتحدثونها بجانب اللهجة الدارجة المغربية، وهي إحدى لهجات اللغة العربية. تبلغ مساحة المملكة المغربية حوالي 446,550 كيلومتر مربع، وعاصمتها مدينة الرباط، وتطل على البحر المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا، وتحدها الجزائر شرقا، وتشترك في مناطق حدودية مع إسبانيا في مدينتي سبتة ومليليا اللتان تحتلهما إسبانيا، وتشترك بحدودا بحرية مع البرتغال، وتطل على مضيق جبل طارق، كما تمتلك حدودا مع موريتانيا. تعد المملكة المغربية من الوجهات السياحية الأشهر في العالم، وتعد السياحة في المغرب إحدى أهم أعمدة الاقتصاد في المملكة، لما تحتويه على أنواع مختلفة من السياحة، ومنها السياحة الجبلية، وسياحة المدن التاريخية العتيقة، والسياحة الرياضية. وساعد الموقع الجغرافي وما تمتلكه المغرب من مقومات على جعلها من الوجهات العالمية للسياحة. تعد مراكش المدينة السياحية الأولى، تليها مدينة أغادير وطنجة والدار البيضاء ومدينة فاس ومدينة الرباط ومدينة تطوان ومكناس. وتعتبر الدار البيضاء هي أكبر المدن المغربية، وتعتبر هي العاصمة الاقتصادية للبلاد، كما تضم المغرب العديد من مواقع التراث العالمية. تعتبر جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب هي أول جامعة أنشئت في تاريخ جامعات العالم، وبنيت كمؤسسة تعليمية لجامع القرويين الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري، كان ذلك في عام 859 ميلادي. ظلت الجامعة مركزا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة ال1000 عام. تميزت المملكة المغربية بتنوع نادر في المظاهر الطبيعية، فما بين سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ورمال الصحراء المغربية توجد سلسلة جبال الأطلس والسهول الخضراء، ما جعل المغرب تمتلك طبيعة فريدة في تنوع مظاهرها الطبيعية. أدى التنوع الجغرافي على كون المغرب يمتلك بعض الموارد المعدنية الهامة، فالمغرب هو ثالث منتج للفوسفات في العالم، كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى مثل الرصاص والمنجنيز والكوبالت والنحاس والزنك. كما يعتمد المغرب أيضا على الإنتاج الزراعي، أما القطاع الصناعي فيسهم بحوالي 28% من الناتج الداخلي الخام. وتأتي الصناعات الغذائية في المقدمة، تليها صناعة النسيج والجلود والبناء. ويعتبر قطاع النقل قطاعا متطورا بامتلاك المغرب شبكة طرقية متطورة. توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأغادير ومراكش وطنجة، كما توجد أهم الموانئ بالدار البيضاء وطنجة. كانت هذه بعضا من المعلومات عن المملكة المغربية، والتي كانت ولا تزال إحدى نقاط التواصل والتبادل بين الثقافات، وإحدى أهم الوجهات السياحية حول العالم، وصاحبة أقدم جامعات التاريخ والنافذة الرئيسية على العالم لقارة أفريقيا. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.